السلام عليكم. 90 دقيقة أثبتت أن الدول العربية مبدعة في المؤامرات والخيانات، أصحاب مؤامرات وخيانات لبعضها على كل حال، مش هي تخون بعضها برك وتتآمر على بعضها. منتخب التونسي أقصي من الدور الأول عن طريق هو أقصي يعني مباراة أمام فلسطين، ولكن اليوم راهم يتحدثوا على مؤامرة بين المنتخب الفلسطيني والمنتخب السوري. كي تشوف الأداء تاع منتخب سوري في المباراة الأولى، وتشوف أداء منتخب فلسطيني في المباراة الأولى والمباراة الثانية، وتشوف الأداء اليوم، تعرف بلي كاينة هناك مؤامرة. زيادة على ذلك اللقطة تاع حارس مرمى المنتخب الفلسطيني اللي خطأ في إخراج الكرة، جات عند المهاجم المنتخب السوري، وشفناه كيفاه ضربها. يعني كارثة طامة. حتى المعلق حفيظ الدراجي قال لك تاريخ عامين ما راح يسجل. يعني إقصاء المنتخب التونسي ما نقولوش بمؤامرة، حتى وكانت هناك مؤامرة ما نقولوش بمؤامرة، لأن المنتخب التونسي أقصي في المباراة الثانية، كان فايز ب2-0، وعدل عليه منتخب ما عنده حتى تاريخ في كرة القدم، لا العربية ولا الآسيوية، في زوج بالمنتخب السوري بالمنتخب الفلسطيني، ما عندهم حتى تاريخ في الكرة العربية ولا الآسيوية. زيادة على ذلك المنتخب التونسي لو تعامل بواقعية وتعامل بمنطق كرة القدم في المباراة الأولى والمباراة الثانية، يعني يكون فاز على المنتخب السوري بخماسية وفاز على المنتخب الفلسطيني بسداسية. اليوم وسائل الإعلام وأنصار المنتخب التونسي ما يسلطوش الضوء على مؤامرة، ولا راهم يتكلموا بكل على مؤامرة، راهم يدرسوا في نقاط قوة ونقاط ضعف المنتخب اللي راح يواجهه في الدور القادم. ولكن المنتخب التونسي هبط المستوى بزاف، يعني والله ما هذو هما المنتخبات اللي تقصى امامهم. يعني حتى اقوى منتخب في المجموعه تاعو اللي هو المنتخب القطري فاز عليه المنتخب التونسي 3-0، صاحب الارض والجمهور. المهم ان شاء الله هذه الخساره ولا هذا الاقصاء ياخذوا المنتخب التونسي بعين الاعتبار. اما فيما يخص الضجه اللي مدايرينها انصار المنتخب الفلسطيني والمنتخب السوري في مواقع التواصل الاجتماعي، نظن أنا أكبر إنجاز تاعكم هو كسوريين فزتوا على منتخب تونسي، وكفلسطينيين تعادلتم أمام منتخب تونسي. ما عندكم حتى تاريخ في كرة القدم العربية ولا الآسيوية. وأما قاعد تقولوا راكم بخلتونا كي شتونا نفرحوا مع بعضنا كأنصار كلاعبين وكأنصار منتخب سوري ومنتخب فلسطيني، على وهن بخلوكم. لا مجال للمقارنة في مجال كرة القدم. حتى الفرحة ما تقدروش تقارنوا فرحتكم بفرحتنا. على كل حال حنا لعبنا عرب شمال افريقيا، اللي وصفتونا باللي ماناش عرب، وراكم بحال اللي لايف وتقولوا شمال افريقيا ما مش عرب، تونس والجزائر والمغرب. شاركنا في كأس العالم ومنتخبات متأهلة كأس العالم، ومنتخبات نشطت لعبت مباراة، نشطت نصف نهائي كأس إفريقيا، وشاركت في كأس العالم، وراحت للدور الثاني، وواجهت في مباريات ودية منتخبات عالمية، وعندها لاعبين ينشطوا في بطولات أوروبية من المستوى العالي. فهنا بخلوكم ما عندكم حتى إنجاز. أكبر إنجاز هو الفوز وتعادل أمام المنتخب التونسي، وتكسر الراس هذه والهضرة والحس هذا اللي نايض كامل جابوا لنا المنتخب التونسي. نتمنى اليوم ان شاء الله المنتخب المغربي يعاود يرد
يرد الاعتبار لعرب شمال افريقيا ان شاء الله يذل المنتخب السعودي برباعيه ولا بخماسيه. ونتمنى فوز جزر القمر على سلطنة عمان، لأن جزر القمر محسوب على القارة الإفريقية، وبما أن الإفريقيين ناصروا هذا الفريق، بما أنكم نتوما معنصرينها. وهذا ميساج، يعني هذا ميساج ثاني ولا درس للشعب الجزائري والشعب المغربي، أنكم تحبسوا البروس ميطاليك للمشارقة. اليوم وصفوكم بالفرنسيين وماكمش عرب و حبسوا، أو اللي يطيح له نسبة المشاهدة يجي للمغرب ولا الجزائر، نص يجي للمغرب ونص يجي للجزائر، ومستغلين الاختلاف اللي صار بين المغرب والجزائر وهم داخلين بيناتهم. نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري غدا إن شاء الله، ونتمنى فوز المنتخب المصري على المنتخب الأردني، ويتأهل للدور القادم. وأتمنى، أنا نتمنى الفوز، ما نتمناش الفوز أمام المنتخب العراقي، أنا أتمنى التعادل باه نجي في المركز الثاني ونواجه المنتخب الأردني، هذا أقوى منتخب عرب آسيا. وفي الأخير نقول لكم نتوما ماكمش شعبالو، نتوما تفوزوا علينا في رياضتين برك، رياضة تاع الجمال، سباق تاع الجمال، وتاع اللي يربيو الصقور هذوك ونسرو، هذوك هما نتوما ثقافيين. واما كرة القدم، كرة القدم خاطيكم، نتوما نظموا البطولات وحنا نفوزوا بالبطولات، حنا علينا نفوزوا بالبطولات، نتوما نظموها وحنا نفوزوا بها. والملقى ان شاء الله في المباراة المغرب السعودية على الساعة 6 بتوقيت المغرب وبتوقيت الجزائر. السلام عليكم.